خير الحبيب مثالا، أسمو وأتجاهل السماء جلالا، فأزيد أسرار القلوب. هاي جايز، كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن مراجعة ليلة امتحان العربي طالبة أولى بكالوريا. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدأ الفيديو. هاي أصدقائي، وحشني جدا جدا جدا. لسه منزلة فيديو، لو انت ما شفتوش روحي شوفيه، حاطه لكم في اول كومنت مثبت الفيديو اللينك بتاعه وتروحوا تشوفوه. هحط لكم هنا برضه عشان تشوفوه اهو. ليه لسه هحط اوريدي اهو، اوريدي ماما. اصلا الاتنين دول ده امبارح وده النهارده، يعني ما شاء الله. بصوا مظبطاكم بقالي يومين كده ورا بعض، يعني واحد امبارح حتى ما كملش 1 داي، لا من قبل 23 ساعه. المهم يا اصدقائي، بعد ما حاليا انا في مراجعه نهائيه في العلوم ولسه ما بداتش اي مذاكره حرفيا يا اصدقائي، وكده انا بتدلع. لو النهارده اي يوم عادي كنت ذاكرت فيه كويس من الصبح، اما النهارده بدل فيه امتحان يبقى مش هذاكر كويس. انا كده والله مش عارفه. المهم يا اصدقائي، حاليا هنبدا بقى نذاكر. بصوا مستر محمد صلاح مستر محمد صلاح عامل 3 مراجعات نهائيه لأولى ثانوي. اولا كده مراجعه 3 محاضرات. بصوا المحاضرة الأولى عبارة عن 2.5 ساعة، والمحاضرة التانية عبارة عن 2.3 ساعات، يبقى كده 5 ساعات. اوكي، حوالي يعني السلام عليكم ورحمة 5 ساعات. اوكي، والمحاضرة التالتة 1.5 ساعة. هنعتبر كده انه هي ساعة، يبقى 6 ساعات. اوكي، وليلة الامتحان محاضرة ليلة الامتحان بتاعة اللايف اللي لسه كانوا عاملين لايف. اوكي، 2 وربع، يعني 6 ساعات و2.5 ساعات، حوالي 8 ساعات ونص بجد. اوف. فنجيب المحاضرة الأولى. اوكي، سمعت فيها أول 20 السلام دقيقة. عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت فيها أول 20 دقيقة يا أصدقائي. كده 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 حوالي يعني أول 20 دقيقة، مش عارفة. أيوة احنا هنا كده. كنت في لا يكرم في مجتمعنا. اوكي، المهم بقى دلوقتي هكمل استادي الساعة بقى 56 دقيقة عشان تبقوا عارفين يعني. لسه نخلي. يلا بقى نبدأ. بسم الله توكلت على الله، وهحط لكم دعاء قبل المذاكرة هنا، ويلا بينا. هاي أصدقائي، النهاردة كانت ليلة امتحان العربي زي ما قلت لكم، ويمكن أكتر حاجة اتعلمتها إن التوتر مش بيخلص. فحاولت أهدى شوية وأقسم اللي ورايا بدل ما أبص لكل المنهج مرة واحدة. ولو عندك امتحان قريب زي تالتة إعدادي كده، ما تضغطوش نفسكم انكم تخلصوا كل حاجة كاملة 100%. ركزي على المهم وافهمي اكتر ما تحفظي، وخدوا بريك حتى لو صغير، اشربوا مية، غيروا المكان شوية عشان المخ فعلا بيتعب. واهم حاجة ما تقعدوش تقارنوا نفسكم بحد، كل واحد ليه طريقته وسرعته. انا دلوقتي بكمل مذاكرة وربنا يعدي الامتحانات دي على خير علينا كلنا. انا عدت فالحمد لله. يا رب بقى النتيجة ان شاء الله ما تصدمش فيها وتكون حلوة، وكلنا يا رب ننجح ويوفقنا ربنا. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت المحاضرة الأولى عربي. بس أنا كانت حاجات كتيرة جدا هنعملها النهاردة. المهم نعمل كده علامة صح. المفروض أعمل بالهايلايتر بس أنا مش قادرة والله أقوم بالهايلايتر. هقوم وأجيبه وأجي أهو. لسه باقي ده كله والساعة 10. المهم أنا قعدت على السرير، مش قادرة صراحة أقعد على المكتب. المهم بصوا يا أصدقائي، الملحق ده عايزين نحل فيه شوية حلوين. بصوا
هاي اصدقائي، حاليا الساعة 1:10 بالليل. انا مش عارفة اصلا انا ما صورتلكمش النهاردة كتير صراحة، ف عشان انا برضو ما ذاكرتش كتير في البداية كده. فالمهم يعني انا دلوقتي بسمع المحاضرة التانية. سمعت المحاضرة الاولى الحمد لله، بس لما سمعتها بس في درس ما فهمت، مش فاهمة خالص، اللي هو اسناد الفعل للمضارع. فيا رب ما يجيش بكرة بقى، انا مش عارفة والله اعمل معاه ايه. فالمهم حاليا انا كنت كاتبه ان انا اذاكره تاني، بس انا لا، مش قادره. يعني انا هقعد احل، بس هقعد احل 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 نماذج كده بس بعد ما اخلص المحاضره دي والمحاضره التالتة، ونقعد بقى نحل في كتاب الملحق ده. ماما عمال تقول لي نامي نامي وصحي بدري، بس انا عارفه نفسي ان مش هروح اصحى بدري. تقول لي انا هحاول اصحيكي، بس انا لا لا، مش عايزه اقتنع. عشان ايه؟ انا عارفه نفسي مش هصحى اصلا، فليه اكدب على نفسي؟ المهم حاليا انا في 51 دقيقه، وهي ساعتين وتلت، يعني لسه مكملتش حتى ساعه وتلت. فبقي لي حوالي كده ساعه ونص. اوكي، فخلص المحاضره التانية وارجع لكم. بس انا بصوا حاسه اني نعسانه، فبفكر اقوم اعمل لي شاي، عشان الشاي ده انا بيخليني اسهر، مع اني مش بحبه خالص. انا بشربه كده بجد، يعني مش بحبه، بس ايام الامتحانات كده. يعني عملته امبارح واول امبارح، يومين كده كانوا اول يومين ان انا اعمل بيهم. فبفكر ان انا اقوم اعمل واحد والله. يعني الاول اكمل شويه كده وبعدين يبقى نقوم. اتخضوا معايا، انا مش هتخضى لوحدي. تقول لي الجمله دي بتدل على صفه من الصفات يبقى كده عن صفه، اسكت بس بشرط الصفه ما تبقاش موجوده. يعني ايه؟ يعني انا بكلمك بقول لك على سبيل المثال الواد ده لما قلت الواد ده لسانه طويل بتقول عليه هموت والله بجد يا مستر، حضرتك دمك خفيف جدا. بجد مستر، بجد هموت. عمال يعمل كذا حاجة، يعني مش دي بس انا فضلت اصور لكم كده، انا مش هركز، وهو بيعمل كل دقيقتين كده يعمل حاجة. فحب بصوا ولكن كده كده وانا في التعليم الناس بتحاسب على سواء وظيفي او ابداعي، حاسب على الاخطاء من اللي ايه كده. انا خلصت المحاضرة التانية. ايه المستر شكله لك؟ المهم خلصت المحاضرة، مش كلها لسه. هيقرأ كده حاجات، هيقرأ عن التعبير، فالتعبير كده كده اكيد يعني مش هيجي كوبي كده الصدق. حسنة جدا، مش عارفة والله اسمها المحاضرة التالتة، ولا اخد بريك واعمل شاي واكمل المحاضرة التالتة، ولا ايه بالظبط مش عارفة. بس طلع الامتحان بكرة الساعة 12، فانا كده كده اكيد هصحى. فبقول انام واصحى بدري واكمل مذاكرة. مش شرط ان انا اصحى 5، ممكن 6 7 عادي. ما هو كده كده الامتحان لسه 12، فشكلي كده انام وابقى اصحى. صباح الخير يا اصدقائي. امبارح نمت يا اصدقائي بدري. اوكي، نمت لما انا قلت لكم انا هنام، فنمت. فحاليا انا صحيت اهو الساعه 7:30. هنسمع بقى المحاضره الثالثه. احنا كنا بنسمع المحاضره التانية، المحاضره الثالثه صغيره الحمد لله، ساعه و35 دقيقه، فهسمعها وارجع لكم. يا اصدقائي رجعت لكم تاني. حاليا الساعه 8:36 مستر، وانا خلصت المحاضرة الحمد لله، خلصتها من الامتحان اهو، وعملت بطاطس وعيش و بصوا لسه منزلة من قبل 23 ساعة. اوكي، يعني يا ريت لو يعني ما شفتوش تروحوا تشوفوه، يعني ايه. وده البرودكتيف دايز، يعني اتجولوا كده في قناتها. بعد ما هاكل ده سناك كده تحفة تحفة، طعمه بجد خطير قوي، فهاكله برضو بعد ما اكل بس.
هاي زي ما انتوا ما شفتوا نمت النهارده، نمت امبارح، نسيت من كتر ما نومي كان كتير، فحسيت يوم جديد النهارده. المهم نمت اعتقد الساعه، مش فاكره والله نمت امتى، بس بعد ما جيت من الامتحان، والامتحان كنت جايه على الساعه 2 يعني كانت الساعه 3، انا جيت من الامتحان 3. اوكي. المهم زي ما انتوا ما شفتوا نمت وصحيت بقى اهو الساعه 9:30 ولا 5. وجبت بقى البيبسي وكيكه والحاجات دي عشان نقعد نذاكر. حاليا انا الساعه حاليا الساعه 11 الا 8 دقايق، ذاكرت 38 دقيقه. اوكي. وخلصت نص الفيديو، يعتبر خلصت الفلسفه كلها، خلصت جزء الفلسفه كله. فهو شكله الوقت بتاع المنطق اكبر، عشان انا هتقولي طب ذاكرت 38 دقيقه ازاي ومخلص 54؟ انا عاملاه على سرعه 2، الريتم بتاعه عامله 2. وكتبت، ما بكتبش حاجه، انا قاعده كده بفهم ومركزه، ما بكتبش حاجه، بس دول عشان انا واقعين مني فكتمتهم، فالحاجات بس المهمه. فنزله لكم على قناه الواتس، اللي مش عامل قناه الواتس فولو يروح يعمل فولو، هحط لكم اللينك بتاعه في اول كومنت. المهم عملت عصير قرب يخلص اصلا وكده، فانا هاخد بريك عشان خلصت جزء الفلسفه، وبعدين نرجع للمنطق. اصدقائي رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الفيديو. بجد حاسه بشعور تحفه قوي، مبسوطه. وذاكرت ساعه و36 دقيقه بالظبط. اوكي. وكتبت يا اصدقائي الحاجات اللي هي واقعه مني المهمه وكده. بصوا استنوا، بصوا في المراجعه استخدمت 1 2 3 4 وربع. فقلت بقى عشان وانا بحل النماذج لو وقفت حاجه عندي اروح شايفه الورقه دي. بصوا بقى هنعمل ايه. خلصنا الفيديو ده، هناخد بريك. بعد ما ناخد بريك هنيجي نحل ان شاء الله 10 الامتحانات اللي هم دول. هم 10، مش عارفه والله، الحقوا دول اكتر من 10. اصدقائي طلعوا 20. بفكر ان انا احل 10 النهارده وبكره الصبح 10. بس الصبح ده بحس ان انا ما ينفعش احل فيه عشان قبل الامتحان، عشان ما نفس طاقتي كلها قبل ما اروح الامتحان. فصراحه مش عارفه، بس لا برضو هحل، يعني هحل النهارده 10 وبكره 10. لو قدرت احلهم كلهم هبقى فنانه. المهم حاليا انا هاخد بريك بقى طويل طويل طويل. الساعه حاليا الساعه 12:03 اهو. في بقى فيديوهات كده متراكمه عليا من اللي انا متابعاهم وكده، فانا هسمع بقى الفيديوز واقعد بقى ارتاح كده وهقفل النور وارقد كده. فالساعه 12:03 فهرجع لكم بعد ما اخد البريك. جاي لكم الساعه 10:03 الصبح، رايحه الامتحان. امبارح معرفتش اصور عشان الموبايل فصل. حليت 5 نماذج. اوكي. وما قدرتش 10، هما 20 نموذج، انا حليت 5، فباقي 15 نموذج. وحاليا الساعة 10:03 وانا عندي امتحان الساعة 12، فلو قدرت اخلص 10 على 5 يبقى 15. حلو. قدرت اعمل 5 اوكي. فتحت فيديو بقى كده، هو بيحل اهو، هيحل 5 نماذج في 45 دقيقة. 5 نماذج. طب احنا 45 دقيقة. اوكي. فهحلهم بقى وارجع لكم. النموذج السابع عملت عصير. اصدقائي رجعت لكم تاني، حاليا الساعة 11:15. اوكي. وانا حليت ال10 نماذج ومبسوطة جدا من نفسي. استنوا ما اديتش درجتي في الاخر نموذج، 15 من 20 الحمد لله. في برضو في جايبة منه 19 وفي جايبة 17 وفي جايبة 18 كده يعني، في 15 وكده يعني. المهم خلصت كده 10 نماذج وانا مبسوطه جدا جدا من نفسي الحمد لله. مش زي الترم الاول ما كنتش عارفه اي حاجه في الفلسفه المنطق. هتلاقوا صوتي كده بسرعه لتو رتم، ما تخافوش الريتم مش عالي ولا انتوا سرعتوا حاجه. انا مسرعه كلامي عشان صاحبتي رن عليا من بدري، من الساعه حوالي 11 بتقول لي ابداي البسي عشان نمشي، عشان ما توقفنيش زي كل مره. وانا برضو كل مره وقفتها ولسه، وتلاقيها هي لبست وانا لسه ما بداتش البس. فبسرعه بقى يلا بقى كده نجهز حاجتنا وهقوم عشان اروح المدرسه.
اوكي، اشوفكم بعد المدرسه يا اما مش عارفه اشوفكم فين تاني. يلا باي. قولي هاي للفلوج. اوكي. قولي هاي. احنا بناكل. بصوا بنت عمي عامله ازاي. هبط قسما بالله. اهو هنعمل عصير. فاول حاجه جبت الخلاط وهنحط ليمون. بتعملي كده على طول. اوكي، هما 3 ليمونات بالظبط. وهنحط النعناع، بس يا ريت نكتر من النعناع، فانا هزود تاني. طب احنا عايزين، لا عايزين نعين اللي هو ده يعني، هنقطعه وارجع لكم. بصوا بقى، حطينا النعناع ونحط بقى سكر. زودوا بقى سكر على قد ما تقدروا، اهم حاجه السكر اصلا في ده. كتير، هو 3 معالق. اوكي، هاتي بقى التلج. بصوا هو التلج لسه متلجش قوي، بس يعني في قطع تلج، فاهمين؟ فمش هنحطه بقى في العصير نفسه تلج دي بس المشكله، بس هو اهم حاجه التلج. اوكي، فهنزود ميه شويه. جبت ميه اهو كده يا دوب. دلوقتي بقى هنحط العصير ولازم نصفيه. طب امسكي البتاعه دي عشان ما تقعش، وايه وليلتنا تكون عسل. هو المشكله بس في التلج بيوديه في حته تانية. بس بصوا يا اصدقائي، حط استنوا بقى، شوفوا لي الجمال والكياتة والحلاوة. بصوا هنشرب الكوبايتين العاديين بقى، ما هو خلاص، ونصفيهم مرتين، يعني انتوا صفوه مرتين. خربنا المطبخ انه في الاخر نص الدلع، بس قسما بالله طعمه في حتة تانية. اصدقائي رجعت لكم الساعة 12:30. حاليا الساعة 12:30 بالليل، ما تتصدموش. هبدأ اذاكر الساعة 12:30 بالليل، وده كله بعمل ايه؟ بلعب، قسما بالله بلعب. فحاليا هنبدأ نذاكر الساعة 12:30 بالليل، وبكرة عندنا امتحان، يعني ما شاء الله عليه، بس بقى هنعوض ان شاء الله عشان هنسهر. المهم الكشكول ده عاملة فيه، استنوا اهو، عاملة فيه ملخصة فيه العلوم كله، زي ما في فيديو كده كنت عامله لكم ان انا خلصت العلوم كله في ليله واحده طول الليل. اوكي، بس الغلاف الصخري صراحه اللي يعني واحده التانية دي اللي مش احسن حاجه فيها. ايه ده؟ لا مش ده اهو. فبس فده اللي كاتباه وعاملاه. فحاليا بقى انا هراجعهم كده مراجعه سريعه وارجع لكم. فحاليا 12:30 هنشوف هنراجع الحاجات دي كده في كام وقت. يا اصدقائي الكيتة رسمت ايموجي بدل ما اقعد اذاكر، يعني انا مش فاهمه النهارده، مش مالي كده، مش عارفه، مش فاهمه والله، بس انا عشان مذاكره العلوم قبل كده. شوفوا لي الكيتة، ودي لسانه عامله ايموشنز. اوكي ده لابس الكمامه كيوت تحفه. روتينا نقعد بقى نذاكر. رجعت لكم الساعه 1:30 بقى. عايزين نحل من نموذج 3 لحد نحل دول، نحل 7 كده. المهم
بس كنت جايبة 16 من 24 المرة اللي فاتت، يعني 8 درجات في نموذج. وفي ده 13 من 23، 10 درجات، ف10 أو 8. نشوف بقى هنجيب التالت كام. فهرجع لكم. فحاليا الساعة 1:30. وبصوا أنا بفتح فيديو بحل السؤال وبعدين بشوف، فاهمين وكده يعني. اوف 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 اوف. ايه، حاليا الساعة 12:03 في ليلة امتحان الرياضة. مش عارفة امبارح اخر حاجة ايه، بس ان انا امبارح حليت 10 نماذج علوم. رحت الامتحان والحمد لله كان يعني ايه وسط، الحمد لله. المهم النهاردة بقى ليلة امتحان الرياضة. حاليا الساعة 12:03 بالليل. انا دايما ببدأ مؤخر انا عارفة، بس عشان بقى ايه بنام عن حاجة ونمت بقى بالليل وكده عشان بصحى وكده، فببدأ مؤخر. المهم هنذاكر رياضة. هاي اصدقائي، بصوا ما صورت لكمش المواد الباقيه عشان انا ما ذاكرتش فيها كتير خالص. كنت ممكن يعني ساعة على يعني اكتر حاجة ساعة. ما كنت بذاكر قليل قوي عشان كان الحماس خلاص. كنت بجد تعبت، ما كنتش بذاكر كتير قوي، عشان كده ما كنتش بصور وما كانش ليا حتى خلق ان انا اصور وكده، فما صورتش. فبس كده كان خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي.